عاملة ايه؟ بصي بقى انا جبت اخر وجاي اشتكيلك كده بصراحة من ابني. يعني كل يوم يمشي وما يسيبليش مصاريف، والنهارده عمالة اقول يا ابني مفيش اكل في البيت والعيال هتبقى جعانة ومفيش فلوس، برضه سابني ومشي. شوفي لي حل عشان انا كده زهقت منه، ويخرج بالليل وما يقوليش رايح فين ولا جاي منين ويجيلي وش الفجر. انا ما ينفعش الكلام ده. مصاريف ايه يا حبيبتي اللي بتتكلمي عنها دي؟ غيرك بيشتغل يا ماما، غيرك بيشتغل وبيترك وبيجيب. احمدي ربنا ان هو معيشك ومثبتك في شقه ما كنتيش تحلمي بيها. وبعدين هو يخرج ويجي بالليل ولا يجي في وش الفجر؟ هو هيستأذن منك؟ يطلع وقت ما يطلع يا حبيبتي ويجي وقت ما يحب. انت ما تقوليش اساسا كنت تعيشي مع واحد زيه، ده مخليكي ملكه وكمان بتشتكي منه. اما انت تعيشي على الاصل. ايه ده؟ انا ما شفتش كده بصراحه. يعني هو انا عشان مش بنتك تقولي لي كده؟ يعني انت ترضي الكلام ده على بنتك؟ تقولي لي مش عارف ده بيروح مطرح ما يروح ومش عارف ايه، انت ترضي الكلام ده لبنتك؟ لا انا مش موافقه على الكلام ده. هو لو رحت الاهل هيبهدلوه، هينيلوا التاني وهيتخانقوا معاه وهتبقى مشكله كبيره وانتوا مش قد المشاكل معاه. فتكلميه كده وتشوفي لي حل للموضوع ده، يا اما اسيبه واروح وامشي. تقولي لي انت بنتي؟ انا عندي بناتي يا حبيبتي مخليين رجالتهم كده، بصي معيشينهم عيشه حلوه كده ومخلينهم بيشكروا فيهم ليل نهار. او انت كنت تقولي اصلا ان انت تتجوزي واحد زيه؟ بنات اخر زمن مش عاجبك يا حبيبتي؟ الباب يفوت جمل وانا جوزه ست. انت مفكره ايه يعني ان هو مش هيلاقي زيك تاني ولا حاجه؟ ده انت ما كنتش لاقيه عرسان يا بنتي وانا جوزتها، وافقت على الجوازه بتاعتك ديت بالعافيه. هو انا ده انا بابني دي بصي بيتمنوا كده ضفر رجليه. ده انت ما كنتش تتمني العيشه اللي انت عايشاها ديت، وفي الاخر كمان بتشتكي وتقولي لي انا لو زي بنتك. انا بناتي يا حبيبتي عايشين مع رجالتهم، بصي بيبقوا هيموتوا رجليا كده ان البنات حلوين معاهم وبيسمعوا كلامهم وكل حاجه. انما انت من يوم ما اتجوزتيه وانت عماله تشتكي ومصاريف وبيخرج ومش بيخرج. بنات اخر ابنك مين يا اختي دوت اللي ما كنتش الاقي زيه؟ هو انت مفكره مين دي اللي ما كانش بيجي لها عرسان؟ ده ابنك كان يطول اصلا ان هو يلاقي واحده زيي. ده انا هقلب الدنيا. ده انت وليه اصلا ما تعرفيش ربنا؟ ده انا مش هقعد لكم في البيت ده تاني. ابنك يا اختي خديه واشبعي بيه. ده انا كده هو هيتمنوني. ده انا راح يا اختي ان شاء الله يكون في ده مش عايزاه يعمل لي عماله تعملي لي انت وهو على ايه؟ مع الف سلامه يا حبيبتي. ده انت ما تعرفيش ربنا ولا عرفتي اي حاجه خالص عن الدين. انا لا عايزاك ولا عايزه ابنك. مع الف سلامه غرف 60 داهيه. انا هتطلق منه واخد عيالي وامشي، ياخدهم حتى كمان مش عايزاهم غرف 60 داهيه. ده هقتلني في عيشتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش مسامحاكم ابدا. صدقني ان انت ما انتش محترمه عشان تيجي في الاخر كمان متحمله عليا هي وصلت لكده. انت تمشي تطلعي بره. انا قلت له من الاول الجوازه دي ما تنفعكش. انت انت ما بتقريش بنعمه وفي الاخر تحبيني عليا وتغلطي فيا. امشي اطلعي بره. انا هخليه يطلقك بقى بعد كده واخليكي تتمني ضفر رجليه بعد كده ومش هخليه يرجعك تاني. يلا امشي بقى اطلعي بره من هنا. وانا غلطانه ان انا وافقت على الجوازه دي. انا كان قلبي حاسس ان الجوازه دي مش هيرتاح فيها من الاول. انا هخليه يرميكي رميه الكلاب. يلا امشي.